السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم مع بعض الاستراكشر او الهيكله بتاعه صفحه ال HTML. اي حاجه بتعملها بيكون ليها قواعد معينه، زي ان انت تبعت ايميل بيكون المفروض ان انت تكتب العنوان وتكتب الايميل وتكتب الكلام اللي انت عايز تبعته. طيب ال HTML هي كمان ليها قواعد ورولز معينه لازم ان انت تمشي عليها. فاحنا هنا بنحط شويه اكواد بيبقى ليهم مدلولات معينه هنشرحهم، وخلينا نشوف تأثيرهم او نشوف الافكار بتاعتهم عبارة عن ايه. اول حاجة عندي لازم اكتبها قبل ما اكتب اي كود HTML هي حاجة اسمها بالشكل ده، بعمل علامة تعجب بقول له دوك تايب HTML. لو افترضنا ان المتصفح هو شخص انت هتبعت له رسالة، فالرسالة دي انت بتقول له بالدوك تايب HTML ده، انت بتقول له انا ببعت لك رسالة فيها HTML. كده المتصفح بيعرف ان نوع الدوكيومنتيشن ده HTML. دي اول حاجة. تاني حاجة ان اي كود HTML بيتكتب عندنا كل الاكواد بتتكتب جوه element اسمه HTML. بالشكل ده بحط الاكواد بتاعتي، اي كود HTML بيتكتب جوه ال HTML ده، علشان برضو متصفح اقول له HTML كل اللي جواه ده HTML. وده هيفيدنا بشكل كبير لما نروح نتعلم الجافا سكريبت، هنفهم الموضوع ده، هنفهم فكرة النود ان ده ان ال HTML بيرنت ليهم، ده هنتكلم عليه في الجافا سكريبت. طيب كده الدوك تايب HTML انا بعرف المتصفح ايه نوع الدوكيومنتيشن بتاعي. الحاجة التانية الاليمنت اللي اسمه HTML ده element بكتب جواه كل ال HTML بتاعي. عندي حاجتين كمان وهما مهمين جدا، بس خلونا قبل ما نتكلم عنهم خلونا نروح هنا. لو تشوفوا الموقع بتاعنا مكتوب هنا فوق home.html، مكتوب عندنا اسم الملف، والصورة دي شايفين عاملة ازاي؟ جايب لي صورة كده معرفش هو جايبها منين. لكن لو رحت على موقع زي ده مثلا، زي ما انتم شايفين هو عنده هنا ايقونة شكلها حلو وفي نفس الوقت كاتب كلام معين، احنا عايزين نعمل زي كده. ده هيرجعنا ان في حاجتين في ال HTML، في ملف ال HTML بيكون في حاجتين بشكل اساسي. الهيد الرأس بتاع الصفحة، وهي حاجات ما بتظهرش للمستخدم لكن بيكون ليها تأثير معين زي كده. هي هنا ظاهره له لكن هي مش بتظهر له مثلا هنا، لا هو احنا هنا بيكون ليها تأثير معين. الحاجة التاني هو البادي، والبادي هي اي حاجة احنا بنشوفها. دول بنعملهم ازاي؟ اي حاجة بتظهر للمستخدم زي الاكواد اللي احنا كاتبينها، الاكواد العادية دي بنحطها جوه element اسمه بادي بالشكل ده، بادي. طيب انا لما بختارهم كلهم وبعمل لهم بوديهم كده بدوس على شيفت بالشكل ده، بدوس على شيفت هنا، خلينا كده علشان الكلام يكون متناسق كده، كلهم جوه البادي ده اللي بيظهر للمستخدم. عندي حاجه بقى اسمها هيد. الهيد دي اللي بنقدر منها نحدد العنوان اللي هو كاتبه ده ونحدد الايقونه دي. فهروح هنا هكتب هيد بالشكل ده. الهيد بنعمل فيها اكتر من حاجه، بنحدد منها التايتل اللي احنا شفناه اللي هو ده اللي هنغيره دلوقتي اللي هو home.html، بنحط فيه الصورة اللي هي الايكون دي، وكمان بنربط فيه مع ملفات CSS خارجية وده هنتكلم فيه في ال CSS، او ملفات جافا سكريبت خارجية، او بنكتب فيه HTML او بنكتب فيه معذرة CSS وجافا سكريبت اصلا. فالهيد دلوقتي هاجي هقول له عندي element اسمه title بالشكل ده، هقول له مصطفى ويب سايت بالشكل ده. ريلود هنا غير لي اسمها بقى اسمها مصطفى ويب سايت. طيب لو انا عندي ملف CSS، فانا في الهيد هنا بقدر ان انا الينك بيه، اعمل لينك ما بين الصفحه اللي انا فيها دي اللي هي الهوم بتاعتنا وما بين الملف بتاع ال CSS ده. فانا هنا مش عايز لينك بملف CSS، انا عايز لينك بصوره. هروح اجيب الصوره بتاعتي علشان بقى اخليها كايقونه للموقع بحيث ان هي تظهر بشكل كويس، احطها كايقونه هنا في المكان ده. طيب هنا بقول له ايه؟ بقول له لينك، انا هعمل لينك ريل. هنا ايكون، هنا ريل معناها الريليشن. الريليشن دي ممكن تكون ستايل شيت علشان نربط مع ملف CSS، وهنيجي للريليشن دي هنيجي لكل حاجه فيها. لكن هنا دلوقتي الريل عندي ايكون، انا عايز احط ايكون بالشكل ده. طيب الاتشريف بتاعها ايه؟ زي اللينك. انا هربط بقى، هجيب عايز الملف ده. هنا قلنا الاتريبيوت بتبقى فيه معلومات معينه،
الريليشن ما بين الحاجه اللي انا هحطها والصفحه دي ايه؟ ان هي الايكون. طيب الاتش ريف بتاعها او هي فين؟ هحط الصوره بتاعتي مصطفى دوت بي ان جي، وخلونا نشوف النتيجه. ريلود بالشكل ده، الايقونه اتحطت اهي. هي مش هتظهر بالشكل ده، هي هنا ظهرت بالشكل ده. طيب كده احنا اتكلمنا عن الدوك تايب، اهميته ان انت بتقول للمتصفح ان انت هتكتب HTML. اتكلمنا عن element ال HTML اللي بيكون جواه كل ال HTML علشان الصفحة او المتصفح يكون عارف ان احنا هنكتب كود HTML. 3 اتكلمنا عن الهيد، الرأس بتاع الصفحة اللي بنحط فيه حاجات معينة مش بتظهر للمستخدم في الصفحة لكن بيكون ليها تأثير معين، او ان احنا بنربط مع ملفات خارجية، وده هنتكلم عنه بعد كده. 4 اتكلمنا عن البادي اللي احنا بنحط فيه الكود اللي بيظهر للمستخدم. هتكلم عن حاجتين بشكل سريع كمان في الفيديو. خليني اغير الكلام الاول لعربي. دلوقتي انا غيرت الكلام لعربي. لو رحنا شفنا الصفحة بتاعتنا هنلاقيها جاية من الشمال لليمين، وده مش صح، يعني كده في حاجة غلط. دلوقتي الاتجاه بتاع الصفحة بتاعتي left to right، من الشمال لليمين. هنا ال HTML عندها اتريبيوت بيحل المشكله دي. الاتريبيوت ده اسمه ايه؟ اسمه داير، اختصار لدايركشن. الدايركشن ده بيقبل حاجتين، يا اما ليفت تو رايت زي ما هو دلوقتي، يا اما ان احنا هنخليه رايت تو ليفت، يجي من اليمين يروح للشمال. خلونا نجرب علشان نشوف الفرق ما بين الاثنين وهتفهم الفكره. بالشكل ده هتلاقوا ان الكلام جه كده، الكلام بقى كويس، بقى منطقي. بتقرا عربي بتقراه من اليمين للشمال. مصطفى محمد، اسمه مصطفى محمد، الكلام من اليمين للشمال، فده منطقي. طيب عنده كمان اتريبيوت ال HTML وهو اسمه لانج. لانج انت بتحط فيه اللغه بتاعتك اللي انت شغال بيها. هو مش هيكون ليها تاثير، لكن انت بتعرف المتصفح. يعني هنا هقول له AR، مفيش حاجه هتتغير، لكن انت بتعرف المتصفح اللغه اللي انت شغال بيها. يبقى كده اتكلمنا عن الدوك تايب واهميته، عن الاليمنت اللي اسمه HTML اللي بيكون جواه كل HTML، الهيد اللي بيكون جواه المعلومات اللي بتكون في الرأس بتاع الصفحة، البادي اللي بيكون جواه المعلومات اللي هتظهر للمستخدم. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.